السيد المستشار وليد الفودي الراعي الرسمي للحفل. الإعلامي الدكتور مصطفى الدرع، الكاتب الصحفي الكبير أحمد الدين، الإعلامي أحمد البالي الرئيس التنفيذي لشركة راعي للخدمات الإعلامية، السيد الأستاذ أسامة راشد خبير اللغة العربية، السيد الأستاذ أحمد سلام خبير الدكتور وليد عبده خبير التحقيق، العمدة إسماعيل الجيار عمدة قرية فيشة سليم. ألم تر أن الله أنزل شخصية يصعب وصفها في كلمات بسيطة أو قليلة، مزيج بين ابن البلد الراقي والخلوق ورجل الأعمال الخير والمحامي الشاطر المهني صاحب الضمير، رجل عصامي والنائب بلا كرسي، فرس لهذه المرحلة المقبلة المستشار وليد الفودي، فليتفضل لإلقاء كلمته. قالها أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. طب شكرا. ربنا أكرمني ووصلت دلوقتي إن أنا صاحب مجموعة الفولي للمحاماة والاستشارات القانونية. عندنا 4 فروع في محافظة القاهرة وطنطا واسكندرية، وآخر فرع لينا كنا تواصلنا بروتوكول تعاون في جدة في المملكة العربية السعودية. كل ده مجهود وتعب وشغف بدون دعم من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان حددت الطريق وقلت انا عايز اوصل واكون ايه. عشان كده بنقل نفس النصيحه ليكم، مش عايز اطول، حدد طريقك من دلوقتي. وان ليس للانسان الا ما سعى. عملت بمهنه الاعلام كمذيع تلفزيون. طبعا واجب الشكر النهارده للمنصه الكريمه. ووصيه لاولادي بقى، بما انه رغبه بعضكم ان انا اتكلم. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. ألف مبروك، ويسعدني وشرفكم وكل السادة ضيوف النهارده. أكرمكم وكلمة أو جملة من 3 كلمات هي اللي هختم بيها وأقولها: شكرا من القلب. لحظة